السلام عليكم الاخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد عند قناة لؤي. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. واليوم غادي نقدم معكم كيف ما كتلاحظوا طواجين بالخضرة بدون لحوم وتيجي روعة. كنتمنى تعجبكم الطريقة وندوزو على بركة الله المقادير والطريقة ديال التحضير. كنحتاجو في هاد الطواجين ديالنا كيف ما كتلاحظوا 3 المكونات الخضر وبسيطة بزاف. وغادي نحتاجو طماطم اللي نقيتها وقطعتها دواور كيف ما كتشوفوا. هنا عندي 3 ديال الحبات ديال البطاطس حتى هي نقيتها وقطعتها دواور. هنا عندي 2 ديال البصل قطعتهم حتى هما دواور منقيه. هنا عندي شويه ديال الشحمه محكوكه، وهنا عندي شويه ديال القديد، غير داكشي اللي بقى عندي ديال القديد تيجي غزال في الطاجين، نتمنى تجربوه. عندي شويه ديال القزبور، وهنا التوابل عندي شويه ديال التحميره والابزار والكركم وسكنجبير وشويه ديال الملح. هادو هما المكونات اللي عندي. غادي ندوزو على بركة الله الطريقة ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا غادي ناخدو البصلة هي الاولى، غادي نستفوها في الطاجين، غادي نستفوها كاملة على هذا الشكل هذا حتى نكملوها. كيف ما كتشوفوا انا درت البصله حريف. الا عندك البصله مدوره يمكن لك ديريها، يعني كتبقى بصله بصله بحال بحال اللي عندك. صافي كنستفوها على هذه الطريقه هذه. ومن بعد كناخدو الطماطم حتى هي بنفس الشكل. هذا الطاجين تيجي غزال، نتمنى تجربوه، تيقوني كيجي زوين، فيه النسمه ديال القديد تجي غزاله. الا عندكم ولا ما عندكمش غتكتفيو غير بالشحمه حتى هي كيجي زوين بها. من بعد ما كملت الطماطم غادي ندير البطاطس. يمكن لكم ديروا غير 2 ديال البطاطس، انا درت 3 الحبات ديال البطاطا. وغادي نستفو البطاطا حتى هي بنفس الشكل، غندورو على الطاجين. وهنا بعد ما كملت البطاطس ديالي كيف ما كتلاحظوا صافي كملت الخضره اللي عندي. غادي نضيف شويه ديال القديد كيف ما قلت لكم، واللي ما عندوش يمكن ليه يستغنى عليه. وغادي نضيف الشحمه، وهنا عندي شويه ديال القزبور معدنوس. وهنايا كناخد زليفه وكناخد العطريه ديالي والملحه
وكناخد نص كاس ديال الماء، وغادي نحرك مزيان هذا الخليط هذا حتى يتفاعل مع الماء داك القوام. من بعد ما نحركو مزيان حتى يدخل في وسط الماء داك القوام، غادي نضيفو فوق الطاجين ديالي كما كتشوفوا. وكناخد هنايا شويه ديال زيت المائده، صافي هذا هو الطاجين ديالي. كنديرو فوق البوطه، وكنشعل عليه البوطه مجهده غير تطلعوا الغليه، وغادي نقص عليه مزيان. هنا ضفت واحد جوج فلفلات حارين، وكيف ما كتشوفوا بعد ما غلا غادي نقص عليه على نار مهيله حتى يطيب لي على خاطره. وهنايا بعد ما طاب لي الطاجين كيف ما كتشوفوا كيجي غزال، كيجي روعه. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، راه تيجي مذاق زوين، وكنتمنى تجربوه بالصحه والراحه. وغادي نطلبكم الله يجازيكم بخير الاخوان اخوات، الله يجازيكم بخير. دخلوا عند هذه القناه واشتركوا عندها، عنده محتوى روعه محتاج للمساعده ودار هذه القناه. الله يجازيكم بخير، دخلوا تشتركوا عنده كمل الشروط ديالو. الله يجازيكم بخير. وراه عنده كيف ما كتلاحظوا محتوى غزال. كنتمنى تدخلوا عنده تفرجوا ليه في لي فيديو، وغادي يعجبوكم لي فيديو ديالو ان شاء الله. وعواشر مباركه، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك، اللي ما مشتركش عندي يشترك. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساونيش من التعليق ديالكم.